السلام عليكم. النهارده هنعمل مع بعض كنافه بالقشطه او بالمهلبيه زي ما بيقولوا. المهم هتبقى لذيذه وحلوه قوي. ادي انا جبت نص كيلو كنافه. جبتها من امبارح، حطيتها في الفريزر، اللي هو نكون عندك في الفريزر عادي. وبعدين تطلعيها تقطعيها كويس قوي، واكتر من كده كمان لو تقدري تقطعيها على قد ما تقدري، ان هي ما يكونش فيها اي تكتلات. تمام كده. طيب يلا نشوف مع بعض هنعمل ايه. ادي اهو هحط عليها معلقتين سكر بودر. ادي التانية. وورقة فانيليا، او لو عندك فانيليا سايبة حطي اللي هو على طرف المعلقة. وادي نبدأ نقلب كل المكونات الجافة بايدينا، بس اللي هو تحاولي تتوغلي كلها بين ايديكي. شايفين العسل ده، العسل الشربات اللي احنا عملناه ده. انا كنت حطاه في التلاجة، طلعته عشان هيبدأ يهدى معايا لحد ما اخلص الكنافة بتاعتي. تمام، واحنا عاملينه مع بعض قبل كده. يلا بينا نبس الكنافة بين ايدينا. ادي اهو انا قلبتها كويس قوي، وانا حضرت نص كوبايه من السمنه على الزبده. ولو عندك سمنه بس او زبده بس مفيش مشاكل. وحطيت عليها معلقه من الزيت، وهبدا انزل على الكنافه بتاعتي كده عشان خاطر نقلبها كويس جدا. نفركها بين ايدينا، اللي هو تبسيها كويس قوي عشان خاطر السمنه توصل لها كلها. يلا بينا. وادي اهي بعد ما فركتها بين ايديا، شايفين بقت طريه والواصل لها السمنه كلها. وطبعا يفضل جدا لو عندك سمنه بلدي هتبقى حلوه جدا. يلا بينا نعمل بقى القشطه بتاعتنا. وادي القشطه اهي اللي انا هعملها. دول كوبايتين لبن، اللي هو نص كيلو لبن. ادي اللي لسه مولعتش عليهم النار، دول كده باردين. هنزل بيه معلقتين نشا كبار. ادي معلقه، وادي التانية. واللبن بتاعك لو سخن يبقى تدوبي المعلقتين نشا في نص كوبايه ميه، وبعدين تنزلي بيهم، عشان لو اللبن سخن هيتكتل معاكي وهتلاقيها بتعمل كلاكيع. تمام كده. نقلبها كويس، وبعدين هننزل بكيس كريم شانتيه. طب لو احنا ما عندناش ممكن نكتفي لحد كده. طبعا ممكن نكتفي لحد كده. اللبن ادي اهو، ده كيس كريم شانتيه. هو طبعا بيزود المذاق، اللي هو بيخليها ظريفه خالص. فاحنا هنبدا نقلب كويس قوي. على فكره كل المكونات دي وانا لسه ما شغلتش النار، فانا كل ده بدوب الحاجات وبعدين هشغل عليها النار. تمام كده. وادي دلوقتي انا ولعت عليها النار، وابدا ان انا اعملها بالمضرب كده عشان خاطر افككها. شايفين اللي هو لغايه ما هتتقل معانا. اول ما تتقل معانا هنطفي عليها ونحضر بقى الصينيه بتاعتنا. تمام كده. ادي اهو شايفين تقل معايا ازاي، اللي هو ما شاء الله ريحته جميله. وانا كمان حطيت ورقه فانيليا عليه. تمام كده. يلا بينا بقى نجهز الصينيه. ادي الصينيه اللي احنا هنعمل فيها الكنافه. لازم ندهنها كويس قوي سمنه من الجوانب ومن كل حته، تدهنيها كويس جدا اللي هو بالشكل ده. تمام كده. وهنبدا نقسم الكنافه نصين، ناخد نصها نبططه كويس قوي في الصينيه، وبعدين نحط القشطه، وبعدين نحط الجزء التاني. يلا بينا. ادي اهو حطينا الجزء اللي تحته وطبقناه كويس. وادي القشطه بتاعتي اهي. على فكره هي دافيه، يعني لو بردت معاكي ممكن تعملي تحطي عليها حته سمنه لو بردت معاكي خالص، لكن احنا بتاعتنا دافيه مش محتاجه حاجه. فشايفين ان احنا بس بنخفق فيها كده، وبعدين ننزلها على الكنافه بتاعتنا. يلا بينا. ادي اهو نزلتها، هبدا اسويها. نبدا نسويها كويس قوي في الصينيه، نفردها وبعدين ننزل بالجزء التاني بالكنافه بتاعتنا. ادي الصينيه بعد ما حطينا الراق التاني. لما تحطي الراق التاني ما تضغطيش عليها قوي لتحت عشان خاطر القشطه ما تبوظش منها من الجناب. تمام كده. ويلا بينا بقى ندخلها الفرن. لازم قبلها نكون مسخنين الفرن كويس قوي، وبعدين ندخل الصينيه على الشبكه وتشغلي من تحت خالص. ولو عندك مروحه تشغلي المروحه وتوطي عليها. لو ما اخدتش وش من فوق هنشغل الشوايه، بس تكوني واقفه جنبها، يعني دقيقة او دقيقتين بالكتير. يلا بينا. ادي اهو بعد ما طلعتها من الفرن، شايفين شكلها عامل ازاي؟ يعني ما شاء الله ريحتها تحفة، مش عايزة اقول لكم يعني. المهم بتاع ده احنا دلوقتي هنستنى عليها دقيقتين تهدى شوية، وبعدين نسقيها بالشربات بالمعلقة. يعني لو حابين طبعا ندلق براحتنا ممكن ندلق، بس اللي هو لو ما بتحبهاش قوي بالمعلقة تسقيها حبة حبة كده. تمام. وبعد ما نسقيها من فوق هنقلبها ونسقيها من الناحية التانية. يلا بينا.
ادي اهو انا سقيت الوش ده، شايفين اللي هي، بس ما تسقيش طبعا اول ما تطلع من الفرن، استني تهدى دقيقتين كده. شايفين اللي هو بدأت تتشربه. يلا بينا نقلبها. وادي اهو بعد ما قلبتها شايفينها، شايفين القشطه في النص عامله ازاي. وحطيت طبعا سقيتها بالعسل، انا حطيت اللي هو 3 معالق من الناحيه التانية، وحطيت 5 معالق شربات، والشربات اتشربه اهو، حطيت 5 معالق. ويلا بينا نقطعها. وادي اهو بعد ما قطعتها شايفينها، يعني ما شاء الله حاجه يعني تفتح النفس. شايفين منظرها عامل ازاي. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.